السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المعمولة اللي بنلاقيها في الافران، او بمعنى اصح بعض الناس بيسموها الاسبريتا. بس المفاجأة بقى النهاردة هنعملها من غير دقيق سميط، ومن غير لبن، ومن غير زبدة. يعني كده تطلع معاكي حاجة كده في منتهى الجمال، مقرمشة كده من بره وفي نفس الوقت دايبة، وريحتها بتخطف فعلا القلب. حاجة كده جميلة جدا، وصفة اقتصادية وسهلة، ومكوناتها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت، والطعم احلى من بتاعة الافران بكتير. يلا بينا نشوف السر اللي هيخليها ناجحة معاكي من اول مرة. هنسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبدأ بقى نحط نص كوباية من المية. المية تكون فترة يا بنات عشان احنا في جو الشتاء. ومعلقة من الخميرة، وربع كوباية من السكر، وربع كوباية من اللبن البودر. بما اننا بقى هنعجن بمية، هنحط بقى وندعم كده العجينة، او نخليها كده فيها قيمة غذائية. هنحط ربع كوباية بما يعادل 3 معالق لبن بودر، ونقلب الكلام ده كله مع بعض، ونحط على جنب كده لحد الخميرة معانا ما تتفاعل. تمام. حبيبي المتابعيني دايما انا بكتب المقادير في صندوق الوصف. حطيناها كده على جنب لحد ما الاقي الخميره معايا تتفاعل. هننزل بنص كيلو من الدقيق بما يعادل 4 كوبايات، ورشه بسيطه من الملح، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. النص كيلو دي يا بنات بياخد كوبايه من السمنه السايحه، كوبايه سمنه تمام بما يعادل 200 جرام. بنقول مقاديرنا بالجرام وبالكوبايه عشان تطلع معاكي احلى معموله. هنبدأ بقى نبس المعمولة بتاعتنا كده. فاكرين الكحك بتاع العيد اما بتيجي تبسيه؟ نبدأ نغلف كل حبيبات الدقيق بالسمنة. ما تسيبيش ولا حباية دقيق الا لما تغلفيها وتشربيها بالسمنة، عشان تطلع معاكي المعمولة دايبة كده، وفي نفس الوقت فيها سنة قرمشة. تمام. هنقلب كده، نقلب الدقيق كله من تحت لفوق، ونغلف الدقيق كله بالسمنة معانا. دي اهم خطوة يا بنات، ان احنا نبس الدقيق بالسمنة كويس قوي، لحد ما نحس ان كل حباية دقيق اتغلفت بالسمنة كويس زي ما انت شفت كده، شايفة؟ وانا بفركها كده وبعملها على ايدي ما فيهاش ولا حباية دقيق. الملمس هنا بقى هو السر، اللي لازم تبقى العجينة كأنها رملة ناعمة كده بين ايدك. تمام. هنبدأ نضيف بقى المكونات اللي احنا حطيناها على جنب. انا بوريكي بقى ان مفيش ولا حباية دقيق في ارضية البولة. بما اني بقى متأكدة ان الخميرة بتاعتي نشطة، انا هنبدأ نشتغل على طول لان انا مستعجلة. تمام. لو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك سيبيها لما تتفاعل. انا معايا الخميرة هنا نشطة ومتأكدة منها، فهنزل بقى بالمكونات دي كلها على الدقيق والسمنة. انا مش عايزة نعجن عشان ما تقلبش معايا زي القرص وتبقى طرية وفيها كده مطة. تمام. انا مش عايزة يعني اقعد اعجن فيها، لا انا عايزة المها زي الكحك كده والنواعم، لان دي من المعمولة مش من المعجنات. فالمعمولة دي لازم أن تكون معاكي ناعمة وبتدوب وفيها سنة كده قرمشة. فانا مش عايزة نعجن، انا يا دوبك هلم العجينة بس. دلوقتي العجينة معايا اهي. هنبدأ بقى نحط حوالي معلقتين 3 مكان كده الخميرة والسكر اللي احنا كنا حاطينهم في البولة دي، ونبدأ نحطهم بقى على المعمولة بتاعتنا، ونلم بالشكل ده. كده يبقى المقادير بتاعتي بالظبط خدت نص كوباية وحوالي 3 معالق من المية. تمام. حابة تعمليها بلبن اعمليها بلبن، بس هتستغني عن ربع كوباية اللبن البودر اللي احنا حطيناهم. في الوقت ده حابة تحطي شمر ينسون زي ما انت عايزة، وحابة تحطي حبة سمسم براحتك، ولكن انا عايزة اعملها زي بتاعة الافران بالظبط. نبدأ بقى نسيبها ترتاح، مش هسيبها تخمر، انا هخمرها بعد التشكيل. وبعد ما سبتها ترتاح هنبدأ بقى نجيب الكفر اللي انا هنحطه فوق المعمولة بتاعتي. ربع كوباية من السكر، ربع كوباية من السمسم، ورشة كده هرشها بالبخاخ المية كده، ونقلب علشان خاطر السمسم والسكر يثبتوا كويس على المعمولة بتاعتنا. تمام. تمام قوي كده. هنبدأ بقى نحطها على جنب، ونبدأ نشكل المعمولة. طبعا السكر والسمسم اللي بيديها شكل وطعم الأفران اللي من الآخر يعني. طبعا ان المعمولة بتبقى كلها عبارة عن دقيق ومية اللي بيبقى في الأفران، بس بيحط عليها شوية سمسم بقى وبتخليها ريحتها حلوة. احنا نعملها اقتصادية زي ما انت شفت كده، وبايديك الحلوين دول هتعملي احلى معمولة، وتكون ناجحة معاكي من اول مرة، من غير بقى دقيق سميط ولا اي حاجة. نبدأ نشكل بقى. انا عملت كل كورة حوالي 20 جرام، من 20 جرام ل25 جرام، تبقى قدها قد بتاعة الافران بالظبط. ونبدأ نعملها بين ايدينا كده، نكورها ونحط عليها بقى السمسم. طبعا انا ورايا صينيه مش مدهونه اي شيء، هنبدا نحط فيها المعمول، وبين كل واحده والتانية هنسيب مسافه صغيره عشان هسيبها تخمر في قلب الصينيه. نبدا نجيب قطعه، واهم حاجه انك تجيبي القطعه وتدمجيها بين ايدك عشان ما تعملش فتحات.
تمام. لو عملت فتحات منك يبقى عجينتك عايزة كمان معلقتين من المية. تمام، ما تخليهاش ناشفة. هنبدأ كده نكورها بين ايدينا بالشكل ده، وبعد ما نكورها كده وتديها الشكل المظبوط هنبدأ نحطها في قلب السكر والسمسم كده. هنعمل كله بالشكل ده. شفت قد ايه سهلة وبسيطة ومخدتش منك وقت. طبعا السكر والسمسم بيديها شكل وطعم حلو جدا جدا. وكمان لما بتدخلها الفرن وتسويها بتخلي ريحة السمسم بتبقى حلوة قوي. خلي بقى شكلها بسيط وشيك، واهم حاجة بقى تبقى كلها مقاس واحد زي ما قلتلك، حوالي 20 جرام 25 جرام زي ما تحبي. وكمان شكلها كده بيبقى قد بعضيها وهتطلع متساوية زي بتاعة الافران واحسن كمان. شفت قد ايه سهله وتشكيلها بسيط جدا جدا. وزي ما قلت لك، حبه تحشيها سكر وقرفه، حبه تحشيها عجوه، حبه تحشيها تحشيها ساده، تسيبيها ساده زي ما هي كده براحتك. هنخلص كله بالشكل ده، وطبعا انا بحطها في قلب صاج ورايا مش مدهون اي شيء، وبعد كده هسيبها تختمر حوالي بالظبط ساعه. وكمان عايزه اقول لك حاجه، انا حبيت احط عليها سكر وسمسم عشان على الوش، ما رضيتش اعملها بالبصامه عشان تطلع زيها زي بتاعه الافران بالظبط. يعني اي حد يشوفها تقول ده انت جايباها من الفرن. بحب انا الشكل البسيط ده، وخصوصا لما السمسم بقى يتحمر والسكر كده يتكرمل فوق الوش، بتدي شكل وطعم بجد رهيب. حط بقى لايك لو انت لسه محطتيش لايك ولاول مره بتشوفي قناتي. يا ريت تشرفيني وتضغطي على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو اللي باللون الاحمر، عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. هخلص كله بالشكل ده ونبدا نحطه في الصاج، وهسيبه بالظبط حوالي ساعه على حسب بقى درجه حراره المطبخ عندك. احنا في جو الشتاء، وطبعا لازم ادفيه. سبته حوالي بالظبط ساعه، ساعه وربع كده. وقبل ما ادخله الفرن كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180، وكمان سايباه يسخن حوالي 5 دقايق. هندخله على فرن سخن، قعد بالظبط 20 دقيقة. قولي من 15 دقيقة ل20 دقيقة على حسب برضو الفرن بتاعي. وطبعا انت بتسويه بالداير الصينية من وقت للتاني عشان يطلع كله مساوى واحد. شايفين لونه ذهبي وتحفة، والريحة ما تتوصفش. السمسم اتحمر كده كمان، والسكر كمان على الطبقة كده مقرمش خفيف من فوق، وحلو جدا وطري وهش من جوه زي بتاعة الافران بالظبط. النتيجة تحفة، من غير لبن، من غير بقى زبدة، من غير دقيق سميد، وبسيطة واقتصادية وطعمها بجد يجنن. فيها كده سنة قرمشة من فوق، وفي نفس الوقت كده دايبة، حاجة في منتهى الجمال. جربوها بنفس الطريقة وهتقولولي فعلا الطعم لا يقاوم. أشوفكم على خير في فيديو جديد.